بعد المذبحة اللي عملها الكابون وقتل 7 أفراد من عصابة الجانب الشمالي في يوم عيد الحب، ابتدت ساعتها شعبية الكابون تنزل وصنفته الحكومة الفيدرالية بعدو الشعب الأول، ودي كانت نهاية الصعود وبداية الهبوط للألكابون. وبرغم كل المشاكل اللي حصلت للألكابون بسبب المذبحة دي إلا وإنها كانت فاشلة، لأن باغز مورال ما كانش داخل المقر ساعتها وما تمش اغتياله، لأن الأربعة اللي كانوا بينفذوا العملية اختلط عليهم الأمر لما شافوا واحد شبهه دخل المقر، ولكن باغز مورال اتأخر لسبب ما وما جاش في ميعاده في اليوم ده. أما بقى بعد المذبحة بتاعت يوم عيد الحب خسر الكابون شعبية كبيرة جدا، وابتدت الحكومة الفيدرالية إنها تحط عينيها عليه، ولكن هو كان أذكى منهم جدا، ما خلاش أي حد يعرف يمسك دليل عليه ولا إنه يخلي أي حد يقدر يدينه بأي تهمة. وابتدأ الكابون إن هو يروح للقرى اللي جنب شيكاغو، كانت أماكن ريفية ونامية كده شوية، فقدر بسهولة إن هو يسيطر عليها. وطبعا كان شاري كل الشرطة المحلية وعمدة المدينة، لدرجة إن هو كان بيلعب في نتائج الانتخابات، لأن كان مش صعب عليه إن أي حكومة تتغير، لأنه خلاص اشترى دول ومش عايزهم يتغيروا، لان اي حد جديد هيبقى ليه شده شويه، ولو الحكومه اتغيرت ده هيسبب ضرر لمصالح الالكابون. فكان بيلعب في نتائج الانتخابات لدرجه ان هو كان بيغير الصناديق قدام كل الجماهير اللي منتخبه وقدام الشرطه كمان. وبسبب الموقف ده كل الناس ما عجبهاش اللي بيحصل، فقرروا ان هم يبلغوا للاف بي اي عن اللي بيحصل. فنزلت قوه من الحكومه الفيدراليه وهم مش لابسين الزي الرسمي بتاعهم، لانهم كانوا نازلين في تخفي علشان يقدروا يعرفوا ايه اللي بيحصل في المدينه بالظبط. وابتدوا انهم يطاردوا عصابه الكابون، وكان في الوقت ده اخين من اخوات الالكابون هم اللي كانوا يترأسوا العصابه اللي موجوده فيها القريه اللي نزلت فيها الحكومه الفيدراليه، وبيطاردوهم ويفضلوا يجروا وراهم لحد ما بيزنقوهم في مكان مقفول، وبيبداوا يفتحوا عليهم النار وبيموت اخو الكابون. وفي الوقت ده كان بتحصل مجازر كتير في شيكاغو بين العصابات، ولكن للاسف ان مفيش عندنا وقت ان احنا نحكيها بالتفصيل، لان قصه الكابون اساسا ما تجيش في 3 حلقات ولا 5 حتى، ده عايزه سلسله كامله علشان نقدر نحكي كل قصه حياته بالتفصيل. واقول لكم تاني يا اصدقائي ان برغم كل المجازر اللي كان عاملها الكابون، والا ان مكتب الاف بي اي ما كانش عارف يمسك اي حاجه على الالكابون، لانه كان فعليا كان ذكي جدا وما كانش بيخلي وراه اي ثغره تثبت عليه اي تهمه. خلاص بقى الحكومه الفيدراليه زهقت وجابت اخرها، فكونوا لجنه مخصوصه للكابون وقرروا ان هم لازم يثبتوا عليه اي تهمه وانه لازم يتسجن. هي ليه الاف بي اي مصممه ان الكابون لازم يتسجن؟ انا هقول لك ليه. علشان كان في سنه 1930 الكابون كان حابب يهدي الدنيا عليه شويه بعد مذبحه يوم عيد الحب، فراح الكابون لولايه فيلادلفيا ومسك سلاح قدام العالم كله واتمسك بتهمه حيازه سلاح، ولكن الكابون سلم نفسه بكل بساطه واعترف بالذنب اللي عمله قدام القاضي واتحكم عليه بسنه سجن، وقال لك سنه سجن هتهدي الدنيا عليا ومش هتثبت عليا المذبحه دي، وفي الوقت ده كمان الناس هتنسى كل اللي حصل. واتحكم عليه بسنه سجن في 1930 وقضاها في سجن فيلادلفيا. بعد ما قضى السنه طلع في مارس 1931. في الفتره بقى اللي كان الكابون اتحبس فيها اقتصاد الولايات المتحده ابتدى ان هو يقف على رجله، وتعداد الجريمه انخفض انخفاض جنوني شبه ان هو بقى 0 جريمه، وابتدى ان هو يبقى فيه استقرار ومفيش شكاوى كتير، وهو افتكر ان هو كده هدى الدنيا عليه. تفتكر ده حصل؟ للاسف ان مذبحه يوم عيد الحب سببت تاثير كبير عند الناس، والناس للاسف ما نسيتش ده. فالاستقرار اللي شافته البلد في الوقت اللي كان مسجون فيه الكابون خلى الاف بي اي عاوز يحطه في السجن تاني، وطلع الكابون في ازمه الكساد الكبير. البلد امريكا كلها كانت في فقر كبير، وابتدى الكابون ان هو يستغل الموقف وفتح مطعم ان هو ياكل فيه 2000 شخص فقير من غير فلوس. بيقول الكتاب ان هو حب يظهر بصوره روبن هود اللي بياخد من الاغنياء ويدي للفقراء، وبينما بقى الكابون مشغول في مائده الرحمن اللي هو عاملها، الاف بي اي كان قاعد يدور له على مصيبه يوقعه فيها. وجي واحد منهم ابن جهنميه وقال لك انتوا مش عارفين تمسكوا اي دليل على اي جريمه بيعملها، طب ما تبصوا للي في ايدكم، ما انتم في ايدكم ادله الجريمه هو عاملها. كله سالوا ايه هي الادله دي وايه هي كمان الجريمه، فقال لهم بكل بساطه ما تسالوه كده، من اين لك هذا، وتحاسبوه على كل الضرايب باثر رجعي اللي ما كانش بيدفعها. وبصوا كلهم لبعض كده على الجريمه دي وقالوا ماشي، مع ان دي جريمه ما تليقش بالالكابون ولا على المصايب السوداء اللي هو عاملها، ولكن ادامها هتدخله السجن فيلا ماشي، لانه برغم كل الجرائم اللي هو عملها ولكن محدش يعرف يمسك عليه دليل واحد، ولا حد يقدر يوجه ليه اتهام برغم ان هم عارفين هو شغال في ايه وبيعمل ايه، ولكن محدش يجرؤ انه يوجه له اي اتهام، وفي الاخر يتمسك متهرب من الضرايب. وساعتها جمعوا افضل مجموعه
للتحقيق في التهرب من الضرائب علشان يثبتوا على الكابون جريمة التهرب من الضرائب. وبعد تحقيق طويل قبل ما يوجهوا ليه اي اتهام، محاسب من الضرائب اسمه فرانك ويلسون قدر ان هو يثبت دخل الكابون وحجم ارباحه السنوية من دفتر قمار غير قانوني، وطلع على الكابون 215,000 دولار ضرائب متأخرة، وده كله من دفتر قمار غير قانوني. امال الاعمال التانية لو عرفوا ارباحها هيطلع عليه قد ايه؟ المهم ان هم وجهوا اتهام لالكابون على التهرب من الضرائب. اقصاها كده كام شهر وهطلع رشا الكابون هيئة المحلفين كلهم. ويوم المحاكمة دخل الكابون المحكمة وهو حاطط في بطنه بطيخة صيفي، واول ما بيخش القاضي المحكمة بيغير طقم هيئة المحلفين، فبيفتح الكابون بقه وبتكون دي أول صدمة ليه، وحكم عليه القاضي ب11 سنة سجن ودفع 215,000 دولار. وللمرة التانية بيفتح الكابون بقه بنفس المنظر وبتكون دي الصدمة التانية ليه، وهو مش مصدق ايه اللي بيحصل معاه ده، ولكن لا مفر يا حبيبي. طبعا حكم 11 سنة ده كان يعتبر ظلم، لأن مفيش أي حد بيتسجن في الضرايب أكتر من سنة مهما كان الوقت اللي اتهرب فيه من الضرايب، ولكن ال11 سنة دي علشان يدخلوه السجن وما يطلعوش دلوقتي خالص. وابتدى في تنفيذ الحكم سنة 1931 وعمره كان في الوقت ده 32 سنة. وابتدى الكابون ياخد على الوضع ويرشي المسؤولين في السجن على انهم يساعدوه على إدارة أعماله من جوه زنزانته، ولكن ما عداش كتير وعرفوا المسؤولين ان الكابون بيدور عصابته من جوه السجن، فقرروا بنقل الكابون لسجن القرطز سنة 1934. السجن ده مبني على جزيرة صغيرة في وسط المحيط، والسجن ده من أكتر السجون المحصنة في العالم واللي لينا قصة معاه بإذن الله. ونقلوه للسجن ده علشان يضمنوا ان هو مش هيقدر يوصل للعالم الخارجي مهما عمل، والكابون ذات نفسه كان فقد الأمل ان هو يعرف يتعامل مع العالم الخارجي وهو في السجن ده. وبعد فترة مش كبيرة بينتشر مرض الزهري في جسم الكابون اللي هيتعدي بيه بسبب الاتصال الجنسي مع العاهرات، وكان اكتشفه في الأول ولكن هو مرضيش ان هو يتعالج منه لانه ما كانش عاوز ان مراته تعرف ان هو عنده المرض ده، لان المرض ده ما بيجيش الا من الاتصال الجنسي وبالذات المتعدد. وللاسف الزهري كان ليه علاج لو انت اكتشفته من اوله، ولكن كتير مش بيكتشفوه لانه مرض خبيث وخامل في الجسم، لحد ما بيتمكن ما بيكونش ظاهر ليه اعراض، وبيوصل الزهري لمراحل معقده مع الكابون يستحيل علاجها في الوقت ده. بياكل خلايا المخ وبيأخر عقل الانسان في العمر، يعني قال وصل عقله لسن طفل عنده 12 سنه، وساعتها خرجوه بعفو طبي قبل ما تنتهي المده بتاعته بسنتين. وفضل الاسطوره الكابون يعاني مع مرضه لحد ما مات بالسكته القلبيه سنه 1947 وعمره كان 48 سنه، وكان عمر عقله طفل عنده 9 سنين. وبيقول واحد من اخوات قال ان الكابون محول كل ثروته لماس، ولكن بسبب مرضه بالزهري فقد الكابون ذاكرته واستحال ان هو يفتكر هي فين، لانه ما كانش فاكر اهله اصلا، فازاي هيفتكر اي حاجه وهو مخبيها؟ سبحان الله. دايما كنا بنسمع من الناس الكبيره ان كل اللي انت تزرعه في حياتك بيجي عليك في يوم وتحصده. سبحان الله. كنا بنسمع من الناس الكبار ولازم من حصاده، وانت مجبور مش باختيارك، وان كل حاجه بيعلى فيها ابن ادم بيكون فتنه ليه، اختبار، فكل اللي زرعه في الاختبار لابد من حصاده. فربنا يحسن خاتمتنا جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله. عدادي قفلت والدنيا مشبره، بصوب واصيب صح والدنيا مكبره، بصدق في احساسي وببلوك شوشره، فكرتي جوهره، منجم بيطلع افكار